يا مساء الفرح والضحكة الحلوة. ازيكم يا أحلى أطفال؟ أنا ماما أسماء، وجايلكم النهاردة بحكاية جميلة قوي من وقت القصة مع ماما أسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الأبطال ونتعلم حاجات حلوة. تعالوا نسمع القصة سوا ونشوف هنتعلم ايه النهاردة. عنوان القصة فلفول الأرنب وسوسو السلحفاة. كان يا مكان في غابة هادية وجميلة فيها حيوانات كتير. كان في أرنب صغير واسمه فلفول. فلفول كان دايما بيجري ويقفز ومبسوط بسرعته جدا، وكان بيقول دايما بصوت عالي: أنا أسرع واحد في الغابة، محدش يقدر يسبقني. وكان في سلحفاة طيبة وبطيئة اسمها سوسو. كل ما تسمع فلفول بيتكلم كده تضحك وتقوله السرعة مش دايما أهم حاجة، الأهم إننا نكمل الطريق ونوصل للنهاية. فالفل ضحك وقال لها: طب تعالي نتسابق، ولو كسبتيني مش هقولك تاني إني الأسرع. سوسو ابتسمت وقالت: ماشي يا فلفول، يلا نجرب. وفي تاني يوم اجتمعت كل الحيوانات وبدأ السباق الكبير. وبدأ فلفول يجري بسرعة جدا جدا جدا، وسوسو بقى بدأت تمشي على مهلها خالص. وبعد شوية فلفول تعب وقال: أنا بعيد قوي عنها، هنام شوية تحت الشجرة. وفلفول فعلا نام تحت الشجرة، وسوسو فضلت ماشية خطوة ورا خطوة من غير ما تقف أبدا لحد ما وصلت خط النهاية. كل الحيوانات سقفوا وقالوا بصوت عالي: برافو يا سوسو، برافو يا سوسو. وفلفول صحى مفزوع ولقى نفسه خسر السباق. وقتها الأرنب فلفول اتكسف وقال لها: أنا آسف يا سوسو، كنت فاكر السرعة لوحدها تكفي. ابتسمت سوسو وقالت له: اللي بيكسب مش دايما السريع، اللي بيكسب هو اللي ما بيقفش أبدا. العبرة من قصة فلفول الأرنب وسوسو السلحفاة: فلفول كان سريع بس هو نام وتكاسل، وسوسو فضلت ماشية 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 من غير ما تقف خالص، وفي الآخر هي اللي كسبت. يعني لما نكون مركزين ومش بنكسل هنقدر ننجح ونوصل لأي حاجة احنا عايزينها. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم، مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.